صدقني يعني اللي انت بتتكلم فيه كلام فاضي وعبيط، فما تبقاش عبيط او ما تبقاش عرة زي اللاعب العرة اللي خد موقف عرة. لكن انا قلت موقفه من اللعب، من اللعب ده حتى. الكلمة يا بني ادم بتفهم، يعني لو بتفهم هي معبرة عن نفسها، اسمه لعب. فايه الواجب الوطني ولا الواجب الانساني ولا الواجب الروحي اللي انا اضحي بسبب موت ابويا علشان خاطر رايح العب؟ الزمالك هياخد البطوله؟ يعني انا زملكاوي على فكره، عشان في شويه بهايم قالوا ان انا اهلاوي. انا زملكاوي. البطوله دي انا نفسي فيها اكتر من اي حد. حلو، تفهم؟ بس اسمها بطوله ولعب. الزمالك خد البطوله، كلنا فرحنا ونمنا مبسوطين. تاني يوم هتعمل ايه؟ هتنزل يعني تمسك الكاس تفضل ماشي بيه في الشارع؟ هتستنى البطوله اللي بعدها. طب الزمالك لا قدر الله خسر، هتعمل ايه؟ هتزعل وتنام متنكد، وتاني يوم الزمالك هيلعب امتى؟ هو ده اللي احنا بنعمله. طب موت ابوه بقى، وحزنه حتى على موت ابوه، ده اللي انا اتكلمت فيه وما زعلتش عليه على فكره. انا يعني استنيت موقف عادي، موقف المفروض ان هو عادي. اكيد لو محمد شحات قال لك انا مش هلعب علشان خاطر موت ابويا، كلنا هنقول له على دماغنا. ونفس اللاعب ده لو كان غلط غلطة واحدة في الماتش، انت كنت هتطلع تقول له انت ايه اللي خلاك تلعب، وانت ايه اللي جابك الماتش، وانت راجل ما عندكش دم، والمفروض كنت تروح تحضر الدفنة، والمفروض كنت تروح مش عارف تعمل ايه. لكن طبعا المزايدات باينة هي فين. المزايدات واللي بيزايد باين هو فين. انا اتكلمت عن موقف تحديدا، قلت على الاقل الراجل ما كانش يلعب علشان خاطر حزن على الراجل اللي كبره وعلمه. ناس طلعت تقول لي اصل هو كان ابوه يعني نفسه يشوفه شايل البطوله. انا معاك والله، كان نفسه، والله يرحمه مات. احزن على مين ولا استنى مين ولا بطوله ايه؟ صدقني يعني اللي انت بتتكلم فيه كلام فاضي وعبيط. فما تبقاش عبيط او ما تبقاش عره زي اللاعب العره اللي خد موقف عره في وقت المفروض كان يبان فيه ان هو راجل عشان خاطر ابوه بس.